السلام عليكم. بشكل يومي توصلني وتوصل للسادة أعضاء مجلس النواب رسائل تتحدث عن قانون العفو العام. وين صار قانون العفو العام؟ متى يتم التصويت عن قانون العفو العام؟ قانون العفو العام راح نوضح اليوم مع السيد نائب طالب المعماري، راح نوضح فقراته وين وصل قانون العفو العام من ناحية التصويت. سيادة النائب حياك الله. اهلا وسهلا. قضية التصويت وين وصلنا بها؟ نعم، حقيقة تم إدراج قانون العفو من ضمن الجلسات السابقة، تمت قراءة أولى وقراءة ثانية، وكذلك كان هنالك قراءة لجميع الفقرات وتم التصويت عليه في مجلس النواب، ولكن بقت فقرة واحدة هي الأسباب الموجبة. حقيقة كان هنالك بعض الخلافات على نقطة ونقطتين، ولكن إن شاء الله بهذه الأيام، لأن صادفت أنه بعد عطلة تشريعية أخرت هذه الاتفاقات، ولكن إن شاء الله خلال هذه الأيام القريبة سوف يكون اتفاق على هذه النقاط الخلافية، وسوف يقر قانون العفو العام، وهذه بشرى لأهالي المظلومين. نحن لا نتكلم اليوم عن من انتمى إلى داعش وقتل وسوى وبطش بالعالم. اليوم احنا مناطقنا اللي تأذت، اليوم احنا ولدنا اللي قتلوا، مناطقنا اللي تهجروا، مناطقنا اللي سكنوا بالمخيمات، بيوتنا اللي تفلشت. فما من المعقولة انه ندافع عن اي داعشي او من انضم له العصابات، ولكن اليوم هو دفاعنا عن الناس المظلومه اللي قابعه بالسجون صار لهم سنوات. القسم منهم قضية المخبر السري المخبر السري، وكذلك قضيه التعذيب والضغط عليهم، او الشاهد المتهم اللي بدا يعترف. اليوم اكو يعني هي قضيه متعلقه وحده اليوم المخبر السري من بلغ على شخص. اليوم يعني حضرتك مثلا ما جاء عليك مخبر سري، انت راح تضطر انه يصير عليك ضغط داخل الجهات التحقيقيه حتى تعترف. فهذا انشملت هي قضيه الضغط بالاكراه على نفس اللي بلغ عليه هو المخبر السري. وما بعدها انت مو معقول اليوم انت وحدك هي اسمها عصابات داعش راح تعترف على ناس ابرياء، ناس ما عندهم شيء. والكثير من اليوم اعترافات اكو ناس اعترفت على ناس بالقتل، وهذه الناس نفسها موجوده احيانا يرزقون موجودين وجو حضروا المحاكم. العفو العام ما راح يشمل القتله، ما راح يشمل الفاسدين، ما راح يشمل تجار المخدرات؟ لا، التجار ما راح يشملهم حقيقه، ولكن اكو هنالك نسبه مثلا المتعاطي في كل دول العالم هو يدخل الى مصحه ضحيه، لا يدخل الى سجون. حقيقه ما ينحكم سجن، يدخل مصحه ضمن برنامج معين حتى يبتعد عن تناول المخدرات. هنالك نسبة إذا 50 غرام فما دون هذا مو يعتبر تاجر. التجار احنا نبحث اليوم عن التجار اللي لزم تاجر، هذا يعني مستحيل انه ندور على الى عفو او تقليل مدة او كذا. هذا مثل ما داعش والاجرام الموجود كذلك المخدرات. ما اريد اطيل عليك، لكن اريدك توجه رسالة لمن يشاهد هذا الفيديو. متى نسمع اقرار قانون العفو العام والتصويت عليه؟ ان شاء الله، يعني ان شاء الله احنا اليوم عندنا اجتماع كحزب تقدم حول اخذ القرار حول حضور الجلسات او مقاطعه الجلسات، لان احنا اليوم نحن من تبني قضيه العفو. احنا مصرين ان يكون عفو عن المظلومين، لان اليوم مناطقنا حقيقه عليها ضغوطات كبيره. اليوم مناطقنا جمهورنا اهلنا غادي المظلومين هم ضاغطين علينا بشكل كبير، ونحن نعلم والجميع يعلم. حقيقه الاخوه النواب يعني في اعضاء مجلس النواب لهم موقف طيب مع المظلومين ونصره المظلومين. فان شاء الله يعني هذا الاسبوع راح يكون هناك لقاءات مع الاخوه النواب في بقيه الاحزاب، وانا يعني عشمي بهم كبير انه ينصفون المظلومين ونزف البشرى ان شاء الله لذوي المسجونين المظلومين. ان شاء الله. ان شاء الله ننتظر بشاره من مجلس النواب الى كل المظلومين في السجون العراقيه ان شاء الله. فقط المظلومين يكونون مشمولين بقانون العفو العام، وننتظر ان شاء الله قريبا اقرار قانون العفو العام والتصويت عليه داخل مجلس النواب.